ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ طبعا عارف ان انا بقالي فترة كبيرة جدا غايب عنك، ولكن ده كان لأسباب خارجة عن إرادتي والله صاحبي. امتحانات وضغوطات وشغل وحاجات كتير جدا. قررت ارجع النهاردة تاني عشان الانقطاع الكتير ده بيني وبينك مش أحسن حاجة. فيلا بينا كده نرجع، شوف كده الدنيا ماشية ازاي مع الوقرات. بنعمل بلانرات بقى وحاجات بقى ديجيتال برودكت، ونبدأ ندخل في الموضوع ده. وقفت فترة كده علشان امتحانات وضغوطات وكده، ورجعنا تاني اهو نكمل بإذن الله وننزل محتوى تاني أقوى بكتير وجودة مختلف كمان الفترة الجاية. فيلا بينا نشوف يومنا هيمشي ازاي النهاردة، أول فلوج أو القناة. نقضي يومنا كده ننظم دنيتنا تاني ونشوف هنعمل ايه الفترة الجاية. يلا بينا. هعملها النهاردة هي إن أنا أرتب المكان، لأن زي ما أنت شايف كده يا صاحبي كان مينفعش أصلا نبدأ فيه. فنرتب المكان ونتكلم شوية وننطلق نبدأ إن شاء الله. أول حاجة كده إيه؟ نبدأ نرتب المكان اللي هنشتغل فيه. موضوع ترتيب المكان ده مهم جدا، يعني بيفرق جدا في النفسية، في إن أنت تحس إن أنت بتعمل يعني حاجة كويسة وتفكيرك منظم كده. يلا بينا مع بعض. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. بقى اللي رجعت عملتها تاني الفترة الأخيرة هي إن أنا رجعت للموبايل ده تاني. ده بصراحة أنا أسبابها اختلاط الموبايل اللي هو التاني اللي كان معايا حصلت فيه مشاكل، واللاب حصل فيه مشاكل، والمايك اللي كنت بسجل فيه حصل فيه مشاكل. حرفيا كل حاجة عندي معرفش ايه اللي حصل، معرفش عشان كنت عامل تحدي بقى وكده، ايه اللي حصل بقى الصراحة يعني. بس فده كان كده من الأسباب اللي خلت الواحد يعني مشتت، واللي هو ايه بقى مع ضغط الامتحانات والدراسة والكلام ده الدنيا كانت ضايعة. فقلنا نرجع تاني للنهاردة كده كده في الوقت كويس زي ده، يعني شوية حاجات كده عايز أخلصهم أو كده أخلصهم مع بعضنا بقى، حاجات شغالين عليها جديدة. وبالمناسبة لو أنت مش في كورس اللي نازل على القناة، فحب أقول لك كورس تصميم جرافيك اللي نازل على القناة ده حرفيا كده فيه زتونة مجال تصميم الجرافيك. الكورس ده أصلا كنت مقدمه بشكل مدفوع لدفعة كده علمتهم تصميم وكده. كنت مركز إن أنا أبسط لهم مفهوم جدا، لأن هو أصلا ده كنت ليه علاقة بالموضوع ده. فلما اللي لقوا الدراسة خلصوها ولقوا الموضوع صعب عليهم، عملت الكورس ده بشكل مبسط تماما، اللي هو يجيب لك الهدف من البرنامج. يعني أنت تقدر تبدأ بالكورس ده وتقدر تشتغل بيه أصلا. يعني أنت كل اللي هتحتاجه بعد الكورس ده إن أنت تجيب حاجات وتعملها، وهتفضل تستكشف في حاجات جديدة زي ما أي حد أصلا بيعمل. فالكورس ده أنصحكم جدا تتفرجوا عليه، خصوصا بقى إن إحنا خلاص يعتبر معظمكم خد الإجازة. فلا ابدأوا الكورس ده واستنوا كورس تاني غيره إن شاء الله شغالين عليه. الكورس ده بقى متخصص أكتر في تصميم السوشيال ميديا. أما لو أنت بتقول لي فين شغلك في تصميم السوشيال ميديا أو تصميم السوشيال ميديا، فتعالى أوريك شغلي في تصميم السوشيال ميديا مؤخرا، شوية حاجات كده إيه نبذات من شغلي يعني. تعالى شوف التصميم ده، تعال. بص كده بقى يا صاحبي، مبدئيا دي كده باك جراوند من تصميم. شفت العبارة دي بصراحة عجبتني جدا، فقلت ليه لأ، ليه ما اعملهاش باك جراوند، خصوصا ان العبارة دي انا هحتاجها جدا في حياتي في الفترة الحالية. تعالى بقى نشوف، تعالى بقى شوف لي الديتيلز هنا في التصميم ده كده. اتفرج يا باشا، ده تصميم سوشيال ميديا انا عامله بالكامل من الصفر زي ما انت شايف كده.
دي نبذة عن التصاميم أصلا اللي هتعلم نعملها في الكورس، يعني ده مثال واحد بس من التصاميم اللي موجودة. تعال أوريك مثال تاني. تعالى اتفرج لك كده برضه يا باشا على الديتيلز اللي هنا، واتفرج وشوف. اتفرج، شايف الديتيلز، شايف التفاصيل، شايف تفاصيل التصميم، الوضعات، الدمج. تصميم كده متكامل، هو ده تصميم السوشيال ميديا الصح. فعشان تتعلمه أصلا انزل خد الكورس اللي موجود على القناة هنا، واستنى الكورس الجديد هيفيدك جدا إن شاء الله. دي كده الشغل بتاعي، ده كده شغلي في مجال التصميم حاليا يعني، وده من التطورات اللي وصلت لها الفترة اللي فاتت يعني. إن شاء الله في تطور أكتر، استنوني برضه في فيديوهات جديدة. و تفتكر إن خلاص خلصت ولا لأ؟ إحنا لسه هنعيش مع بعض اليوم يا باشا، استنى يا باشا، ده أنا جايب لك حاجات مفاجآت مفاجآت. تقعد كده معايا، أكتب الحاجات اللي ورايا أخلصها مع بعض، نبدأ كده نخلص الحاجات اللي ورانا مع بعض، وإيه نبدأ نتكلم شوية عن حتة مهمة جدا. بما إن خلاص خدنا الأجازة، يعني نبذة كده عن بقضي أجازتي إزاي، بقضي وقتي إزاي، الحاجات دي نتكلم شوية في الكلام ده. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ورجعت لكم تاني. خلصت كده كل الحاجات اللي ورايا، او شويه من الحاجات اللي ورايا يعني، الحاجات اللي ورايا مش خلاص طبعا الحمد لله يعني. كنا عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو فكره ايه، ازاي تستغل اجازتك. انا بستغل اجازتي ازاي؟ زي ما انت شفت كده يا صديقي، انا الموضوع ماشي معايا بشكل متناغم، اللي هو انت اصلا في الاجازه يا دوب ان انت يعني ترفع عن نفسك شويه، كنت لسه خارج يعني ورجعت، تنظم بقى حياتك وهكذا، اللي هو يكون في توازن ما بين الراحه وما بين ان انت تشتغل على الحاجات اللي انت عايز تشتغل عليها. اهم حاجه الراحه في الاجازه، ولازم برضه يكون معاها ان انت شغال برضه على شويه حاجات من غير ما تضغط نفسك الضغطه اللي هي، لان احنا عارفين طبعا ان الدراسه بيكون ضغط برضه يعني كبير شخص، لو انت في كليه عمليه وكده. فعلشان كده مهم جدا الاجازه ان انت تظبطها، وده اللي انا بحاول اعمله الفتره دي بقى، ان احنا نرجع تاني للحاجات اللي كنا بنعملها. الواحد بقى يشتغل على تصوير بقى فيديوهات، وان هو يتعلم حاجات جديده وكل الحاجات دي، ويحط كده خطه ويجهز نفسه نفسيا وكل حاجه لبدايه جديده في الدراسه، بحيث ان هو يبدا وهو مش مضغوط نفسيا، ومستعد ان هو يتقبل بقى الايه الضغط التاني، ويبقى ماشي بسيستم كده كويس، ويعود نفسه على السيستم ده. وده كده كان فلوج النهارده، اول فلوج لينا على القناه. لو التجربه عجبتكم قولولي، ونعمل فلوجات تانية في اوقات جايه.
وبحاجات مختلفة مع ذات الشغل كتير جدا مشتركة معاكم. متنسوش تعملوا اشتراك في القناة تشوفوا الكورس المجاني ده ونقدمه تصميم الجرافيك اللي كان مدفوع أصلا يعني. والسلام عليكم.